ونتيجة المباراة؟ الحكم طبعا خطأ، ولكن يعني في كرة القدم تحصل ايش اشياء. أنا سؤالي واضح رجاء، هل الحكم بقراراته أثر على سير ونتيجة المباراة؟ هي نعم أو لا؟ وراها في الجمله بدي اقولها، ما تخليني كابتن خالد. الجمله وراها اي اثر 100%، ولكن كأنا منتخب اريد اخذ البطوله لازم اخلي ببالي بانه يصير عندي طرد 10 دقائق اقدر احافظ على المباراه. اشكرك. اثر على سير نتيجه المباراه. يا شيء طبيعي، العراق فايز بينهي المباراه العراق. لو ما اعطى هذا انا متاكد بيعطي بلنتي او بلنتيين، متاكد يعني هالكلام من قبل المباراه. اثر. عثمان، هل الحكم بقراراته اثر على سير ونتيجه المباراه لصالحكم؟ احكي لك تكتيكيا بعد اذنك. لا. اثر. نشأت. اكيد اثر اكيد. جمال. خالد بقول لك اثر وليش؟ لا بس بقول لك بس لا جزئيه. انا اسف. لا جزئيه. اسمع خالد، لان في فتره تجلي المنتخب العراقي كانت الهدف الثاني تسجل في يعني هالفتره، فالنقص اللي صار اثر على المنتخب العراقي. خالد. اثر بس الافضل كسب. اثر بس عشان ما اطول عليك، الافضل هو اللي كسب المباراه. الافضل هو اللي كسب. الاشرف. رغم النقص اللي هم فيه الا كانوا رجال في الملعب، كانوا مؤدين لاخر دقيقه، يعني مباراه ولا اروع العراقيين. اثر نسبه في فكر اللاعبين انهم يعني اقل عدد من الفريق الثاني. رجاء خليك من فكر اللاعبين بالسعود. هل الحكم اثر على سير ونتيجه المباراه؟ ما في شك. اكيد نفسيا على اللاعبين بيتاثرون اللاعبين، نحن مش نفسيا لو سمحت. اكيد. لا خلينا نكون واقعيين. لا اكثر قرارات الحكم وليست النفسيه، قرارات اتخاذ القرارات. لا ما في شك انه اثر. اي اكيد. عبد الله الشيباني. خالد، من غير تغليل في فوز الأردن، أثر بقرار واحد مش بالقرارات كلها. بأنا أشوف القرار الطرد هذا هو اللي أثر على الفريق، أثر على نتيجة المباراة. خلصت المباراة، فازوا الأردن، خسروا العراق. فوز مستحق للأردن، وأيضا العراقيين قدموا مباراة كبيرة وقدموا بطولة كبيرة. لكن شو اللي صار بعدين في غرفة الملابس؟ آسف، في المؤتمر الصحفي. كاساس اتجه إلى المؤتمر الصحفي وحدث ما حدث. خلونا نشوف مع بعض. يعتمد على دور المدرب. يجب أن يكون هناك دور كبير للمدرب في ضبط اللاعبين، خصوصا بعد احتفال أيمن حسين المبالغ به. نتمنى من حضرتك توضيح هاي الأمور. اليوم الجماهير العراقية تساءلت وحضرتك رديت على هذا الموضوع، قلت أنه هل من المعقول أنه لقاء تلفزيوني خسر المنتخب العراقي؟ أنا دا أسألك سؤال، هل من المعقول مدربين 16 دولة لم يظهروا لقاء حضرتك ظهرت في لقاء؟ شكرا جزيلا. سي. نعم يس. إذا كان اعذرني هذا المؤتمر اعذرني. اوكي ثانك يو. Ese es el apoyo que le dan a la selección iraquí y a su país. Ese es el apoyo. يا جماعه هل هو ده دعم المنتخب يا شباب؟ The support for the national team. شباب نجد شو اللي صار؟ والله يا ابو جاسم انا ذاك اليوم قلت اكو ناس سبحان الله يعني تعشق الفوضى، تموت على الفوضى، يعني كانه مثل
مثل اللي منتظرين الفريق يوقع. هسه كليتنا عندنا اكو سلبيات. انا عندي 1000 حاله سلبيه موجوده على المنتخب، بس انا ما اجي احط بس براسي السلبي، اكو اشياء ايجابيه اذا كانت من قبل المدرب، من قبل الاتحاد، وكل الناس كل الدنيا تدري اني زعلان، وحتى انت تدري ابو جاسم اني زعلان على يونس وزعلان على عدنان. بس يعني ما لا اقدر اسيء لهم، ولا اقدر اقول انه عندهم قصور. ناس دا تشتغل ودا تعمل ودا تسوي، هذه مقدورهم، هذا كذا يقدروا. كثر الله خيرهم، في بطوله اخذوها، في تجمعات سووا شيء للمنتخب وللمنتخبات ما حد ما مسويه سابقا. لكنه انت تجي حب واحكي واكره واحكي، يعني صراحه فد شيء يعني مؤسف جدا، مؤسف. نفس اللي اثار موضوع دانيلو، نفس اللي سال السؤال، نفسه هذا. وهذه اكبر خطا من الاتحاد، لانه الاتحاد اللي انطى التصاريح الاعلاميه، هذا خطا من الاخطاء الاتحاد اللي وقع فيها. نفس اللي اثار مشكله دانيلو وسال المدرب قال له انت اعلى لاعب قيمته السوقيه، نفسه هو سال هذا السؤال، نفس الصوت. لو نعيد ذاك ونعيد هذا نفس الصوت، هاوي مشاكل. يعني هو حاط اكو فد شيء براسه. صراحه شيء مؤسف، شيء غير حضاري. فريقكم كان زين، مباراه، حتى هذه المباراه اذا انتم يعني الناس ما مقتنعه انه المنتخب العراقي قدم، اي نعم اكو جزء بالمباراه ما قدم المستوى الكبير، لكنه هذا ما ينسف هذا الوقت كله، ما ينسف هذا العطاء كله. اذا كان سنه وترجع لورا الكاس الخليج او حتى في البطوله، وانتم بنفسكم كنتوا تتمنون تلتقون باللاعبين بعد كل مباراه وتاخذون تصاريح من اللاعبين وتاخذون تصاريح من المدرب، لكن انت تخزن وبهالطريقه وتتعامل بهالطريقه، صراحه هذا شيء غير حضاري، شيء معيب. وهذا ذول اللي واحد اثنين اللي خلقوا هاي المشكله، هذا يمثل نفسه، هذا ما يمثل العراق. القامات الاعلاميه اللي موجوده في العراق قامات كبيره، ناس محبه لبلدها. وحتى انا حتى اللي عمل هذا انا ما دا اشكك بوطنيته ابدا، ما اشكك بوطنيته، لكن هذا التعامل تعامل سيء وطريقه سيئه جدا. عندك مدرب محترف، عندك اسئله بامكانك تحاججه بالاسئله، لكنه انت تتعامل بهالطريقه وبطريقه العنتكه والعنتريات مرفوضه. حتى دخول الامن مش حلو في حقك. طبعا انت اليوم باكبر محفل في اسيا، باكبر محفل. انت اليوم هاي الحاله الطرد مال ايمن كل المجلات والجرايد العالميه متناولتها. يعني هذا اللي حدث اللي صار ما راح تتناوله؟ انت تطلع بهالطريقه هذه، الكل العالم متعاطف معاك، مع الحكم كيف سوى معاك، لكنه انت بهالطريقه هذه صراحه شيء معيب. ويعني صراحه يعني انا يعني الى متى؟ خلاص كافي يا ناس، يا عالم كافي. ما شنو ناس بس تحب مشاكل، بس تعيش على الفوضى. هذا منتخب جزء كبير من الشارع العراقي خسران، لكنه متامل بالمنتخب، يقول انا اشوف مستقبل في هذا المنتخب، دعموه. اكو منتخب ما بيه سلبيات، هذا هسه المنتخب السعودي احنا من جينا مو كنا ننتقد في اشياء كثيره. منتخب القطري كذلك قبل يبدي البطوله. منتخب الاردني، هذا المنتخب الاردني هل هو نفس المنتخب الاردني؟ الاعلام الاردني من بعد ما بدات البطوله شو سوى؟ لحموه. قبل لا تبدي البطوله شو سوى حسين عموته؟ عثمان كان مجهز حق حسين عموته نفسه قبل البطوله. لا قبل البطوله، بس خليني اكمل. قبل البطوله كان الاعلام الاردني